عندي 21 سنة، بس حاسس إن أنا 71. كل يوم، كل ثانية، كل دقيقة ضغط 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 ضغط، شغل 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 شغل. قالك الفحم لازم يتضغط عشان يطلع القيمة اللي فيه. أنا حتة الفحم دي، اللي هو أنت واقف كده في وسط المعركة والحياة بتحاربك من كل اتجاه، وأنت ما ينفعش تقع، ما ينفعش تعيط، ما ينفعش، لازم تفضل على الثبات. بس أنا مبسوط والله، إنك تتعب في حاجة بتحبها، إنك تتعب في الحاجات اللي تجيب من الآخر، اللي المفروض تركز عليها وتكسب وقت كده وفي البدري منه، فاهم قصدي؟ فأنت ليك لازمة، وقتك مش بيعدي على الفاضي، فاهم؟ أنت مختلف عن 90% من البشر. كمل يا اسطى، احنا هنوصل بالسلامة وهم بالسلامة. فأنت بتوصل لمرحلة إن أنت يومك وطاقتك ووقتك لنفسك، عشان ما ينفعش تقف، لو وقفت هتداس، فاهم؟ يوم واحد لنفسك بقى أهم من أي حاجة في الدنيا قسما بالله. اللي هو أنت بقيت بتعمل في يوم اللي هما بيعملوه في 5 6 سنين، فاهم حاجة؟ فبقى يومك بقى كنز، سبحان الله والحمد لله يعني. فالحمد لله على الرشد، والحمد لله على كل حاجة. انت قعدتك في البيت بقت شغل، فاهم؟ اللي هو تخرج للدنيا تواجه وترجع البيت، تخطط وتكتك وتتابع عشان ما فيش حاجة تفرط منك، عشان تفضل طول الوقت تكنترول الأمور على قد ما تقدر. فتخطط وتكتك وتتابع وتشتغل، وشغل شغل، ضغط 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 ضغط. بقت كل حاجة بتعملها في يومك لهدف، فاهم قصدي؟ كل حاجة كل حاجة. فالنجاح قد يكون مستحيل، مش بيمشي طريق أهدافه غير واحد قرر إن هو يبقى خارق للعادة. بس اللي بيطمن حاجة واحدة بس، إن ربنا في الآخر هيطبطب عليه. ما هي لو مش آخرها جبر كده يليق بكرم ربنا، مش هنمشي خطوة وهنستسلم لكلام الناس السلبية. فالحمد لله على الثقة واليقين في الله، إن أنت مهما تمشي 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 هتوصل وهترتاح وهتتيسر وهتتعدل وهتفرح وهتتبسط، زي ما فشخنا كتير واتضغطنا كتير. أكيد فيها حاجات حلوة برضو طبعا، يعني الدنيا دي وإن شاء الله في الآخرة كمان. وافتكر دايما اللي انت بتعمله هو اكتر حاجة صح في الدنيا، واقوى حاجة صح في الدنيا، ان انت تركز على نفسك وتنفع نفسك، ومنفعتك لنفسك دي هتنفع اللي حواليك. فهي دي اكتر حاجة صح في الدنيا. فركز على كل المستويات اللي تخصك كل يوم، وقسم جدولك كده، وكل حاجة تكررها حسب مقامها وسهولتها وصعوبتها، فاهم قصدي؟ وفي الطريق كل حاجة بتتطور. أبشر.